حياة فيها كل ما قلبك يتمناه، حياة فيها كل ما عقلك يستناه، حياة فيها فكر لا يمكن يوم تنساه. مجلة حياة، هي دي الحياة. أنا اسمي هناء شمس، وبشتغل فرع من فروع الطب الغير تقليدي اسمه الهوميوباثي أو بالعربي اسمه الطب التجانسي. غير تقليدي لأنه طريقة تفكيرنا غير تقليدية، فإحنا مثلا على عكس الطبيب اللي بيشتغل الطب الغربي اللي هو التقليدي اللي احنا متعودين عليه، بنفكر إنه المرض بتاعنا مش مجموعة أعراض محطوطة على بعض وفي الآخر اسمها مرض معين. بنقول إن المرض بتاعنا هو حاجة إحنا عملناها بنفسنا نتيجة اللي احنا حاسين بيه جوانا او اللي احنا بنعيشه كل يوم او طريقة حياتنا او تفاعلنا مع الاشياء او الاشخاص اللي حوالينا، وهو ده اللي في الاخر بيؤدي لمجموعة من الاحاسيس او الافكار او الالم او الاوجاع ممكن برضو، وفي الاخر دي ممكن يبقى اسمها مرض. لكن مش ممكن مرضي ومرضك ومرض ويبقى كلهم زي بعض. يعني لو كانوا 3 عندهم انفلونزا مثلا، ممكن واحد يبقى دماغه بتوجعه وواحد دماغه مش بتوجعه، وممكن حد يبقى عطشان وحد مش عطشان، حد بردان وحد حران. فبالتالي مفيش مرض واحد موجود عند مجموعه من الاشخاص بيكون له نفس الاعراض. بس الكلام في الحكايه دي هيجي بعدين قوي. انا النهارده جايه عشان اقول لكم انه قبل ما نوصل ان احنا نتكلم في المرض، عشان الناس كلها بقت فاكره ان الموضوع كله عباره عن مرض وعشان كده المرضى زادوا، انا جايه اقول لكم هو احنا حالنا بقى عامل كده ليه؟ انا زعلانه قوي وطول النهار بقول يا خساره يا مصر. يا اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب، يا اسم في الوجود، يا اسم مخلوق للقلوب. نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. انا زعلانه قوي وطول النهار بقول يا خساره يا مصر. حالنا بقى عامل كده ليه؟ زي ما كلنا شايفين حوالينا، يعني عندنا مرضى اكتر، يعني عندنا سلوكيات غريبه قوي، يعني ما بقاش عندنا المصري بتاع زمان ابو شهامه وجدعنه وكرامه وخفه دم. الناس ماشيه مكشره، الناس بقت كسلانه، محدش عايز يعمل حاجه. كلنا بنلعن الظروف او بنلعن حاجات كتير حوالينا، زي مثلا الناس اللي مسؤولين عننا. هل معقوله انه كل حد غلطان الا انا؟ وده اول حاجه عايزه اتكلم فيها، واول مبدا عايزه ابتدي ادخله او ابتدي الفت انتباهنا كلنا ليه، انه انا المسؤول. كل اللي بيحصل ده في كفه لازم يوازيه في الكفه الثانيه انه انا اللي عملت ده، انا المسؤول عن ده. ولو انا قدرت اتبنى المبدا السهل ده اكيد هقدر اتغير. حد فيكم مبسوط من اللي بيحصل؟ حد فيكم مرتاح للي وصلنا له؟ طول النهار بنتكلم على كوارث بتحصل. طب الكوارث دي بتقع على دماغنا يعني؟ ما هو كل كارثه من دول وراها انا وانت فكرنا غلط، انا وانت كسلنا ندبر، انا وانت كسلنا نخطط، انا وانت كسلنا نغير سلوكنا الخاطئ اللي مع الايام والتجربه والظروف تاكدنا وعرفنا انه خاطئ بس مكسلين نغيره. طب نعمل ايه؟ عشان نعمل حاجه لازم الاول ابقى عارف ان انا اقدر اعمل حاجه. مش ممكن ابقى عارف ومتاكد ان انا اقدر اعمل حاجه الا لو عرفت انا عباره عن ايه. انا عباره عن ايه؟ انا عباره عن جسم كلنا شايفينه، والجسم ده جواه او جنبيه، بقى انا هتكلم بطريقتي الغير تقليديه، جنبيه جسم تاني ما احناش شايفينه اسمه الجسم العاطفي، وجنبيه جسم تالت برضه ما احناش شايفينه اسمه الجسم العقلي، وبعديهم جسم اكبر بكتير اسمه الجسم الروحاني. لو انا عرفتني هعرف اتعامل مع نفسي، لو انا عرفتني هعرف ازاي ممكن اغير من نفسي واطور من نفسي. بس المهم نتفق الاول ان كل واحد فينا لازم يبتدي بنفسه. فهقول لكم بتعمل ايه في جسمك اللي انت شايفه ده؟ انا
هلفت انتباهكم لحاجات كلنا بنشوفها كل يوم. عمركم دخلتوا اسانسير طالعين مكان واول ما دخلتوا كده اتضايقتوا قوي من الريحه اللي حواليكم؟ مين اللي عمل الريحه دي؟ الحكومه؟ البلد؟ الدوله؟ المسؤولين؟ لا، احنا اللي عملنا الريحه دي. عشان ببساطه في البلد اللي الميه فيها ببلاش المصريين ما بيستحموش ليه؟ عشان مكسلين. وعايزاكم ما تزعلوش مني، الكلام البسيط ده البسيط قوي اللي ممكن يزعل ناس كتير قوي مني اساس لحاجات كتيره. ما هو اصل لو انا كنت مكسل استحمى ومش هاممني ان انا اخرج والاقي ان الناس هتشم ريحتي مش حلوه، يبقى انا بعد كده مفيش اي حاجه تانية ممكن تفرق معايا. واكاد اسمع ناس كتير بتقول اصلك ما تعرفيش انتي في البيت بتفتحي الحنفيه تنزل لك ميه، لكن في ناس كتير قوي ما عندهمش ميه في بيوتهم. هرد واقول ايوه طبعا عارفه، بس انا عايزه اقول لكم ان في احياء كتيره قوي قوي من الاحياء اللي المفروض ان فيها حنفيه في كل بيت بتنزل ميه، الحنفيات دي ما بتنزلش ميه غير ساعتين في اليوم. مشكله موجوده ليه؟ لانه مش سهل ابدا، ومش ممكن اي حد يعتقد انه سهل انه اداره 80 مليون او اكتر شويه وتوفير الاكل والشرب والطرق حاجه سهله. عشان كده الحل لازم يكون في ان كل واحد فينا يبص على نفسه بس الاول. لو انا الميه مقطوعه عندي هعمل ايه؟ هخرج من غير ما استحمى؟ لا يمكن. حامله شويه ميه هدفيهم وهستحمى بيهم. فدي اول حاجه. لو سمحتم يا جماعه نستحمى. تاني حاجه هتقولوا لي طب الريحه مش كويسه علشان طبعا استعمال مزيلات العرق والحاجات الغاليه دي مرهقه لجيوب ناس كتير. هقول لكم ابدا. قرص شابه ب50 قرش او ب75 قرش وجايز يكون غلي النهارده وبقى بجنيه، سهل جدا وهيخلصنا كلنا من ريحه العرق. بس طبعا لازم اكون بستعمل قرص الشابه على نظافه. وعلى فكره قرص الشابه كمان في حاجه جميله قوي، ان هو مش ضار زي بقيه كل الحاجات الكيماويات اللي الناس بتستعملها وفاكره ان هي بتفيد نفسها عشان بتزيل ريحه العرق. تعالوا نتكلم في حاجه تانيه. الناس في الشوارع بقت كلها ماشيه عندها كرش وعندها مناظر كده اجسام شكلها مش حلو ابدا، وزنها زايد. طيب مش ده برضو حاجه مش بس شكلها مش حلو، حاجه على صحتي مرهقه. القلب المضخه اللي بتضخ الدم في الجسم ده كله مش ممكن تقدر تكمل بالمنظر ده وهي بتضخ الجسم مترهل، عضلاته مش مشدوده، حجمه كبير. طب اعمل ايه؟ امشي ساعه كل يوم. على فكره حتى احنا لما المرضى بيجولنا بننصحهم بالمشي بس، ولا بقول روح جيم، ولا بقول لازم تلعب نوع معين من انواع الرياضه. بقول دايما المشي هو احسن الرياضات. ليه؟ لان المشي رجليا من تحت موجود، كل جسمي موجود على رجليا، وجسمي اللي موجود على رجليا من تحت ده لما انا امشي وامشي كتير بعمل تدليك وبعمل احياء لكل مراكز الطاقه اللي موجوده في الجسم، فبالتالي بتنشط الدوره الدمويه، بتنشط جسمي كله، بتفتح مراكز الطاقه وبتحسسني دايما ان انا في حاله نشاط. لكن في حاجه تانية لازم تحصل مع المشي. الناس كلها ماشيه مقتبه. ازاي انا ممكن امشي وانا مقتب؟ ما هو انا لو ماشيه مقتبه بالتالي هيبقى عندي كرش وهيبقى عندي معده وهيبقى كتافي هتتخن من فوق وكتافي هتربي لحم من ورا. ليه؟ لانه في حاجه في الجسم غير بس الكيمياء الحيويه اللي الناس فاكره انها بتحصل. في مسارات للطاقه، مسارات الطاقه دي هي اللي بتحدد ماشي فيها كده. تعالوا نقول كده ان هي شبه تقريبا مثلا الاوعيه الدمويه. مش الدم، انا بسميه الساعي. الدم ده هو الساعي اللي بيوصل الغذاء للانسجه وبيلم منها الفضلات. لو كان الساعي بتاعي ده مش كفء، لا هيعرف يوصل غذاء للانسجه كويس ولا هيعرف يلم منها الفضلات. فبالتالي برضو مسارات الطاقه في الجسم لو كانت مسارات الطاقه بتاعتي دي مش مفتوحه، ما عندهاش مساحه ان هي تمتد فيها وتوصل الطاقه لكل الانسجه في جسمي، هشعر دايما بالارهاق،
وعشان كده معظم الناس يقول ده احنا بنمشي محطتين اتوبيس، ده احنا بنوصل من مكان لمكان في ساعه، ده انا بقف مش عارفه. موافقه، لكن ما بتمشيش صح، ماشي مقتب. فعشان كده مصادر الطاقه بتاعتك بتبقى مقفوله، فعشان كده عضلاتك ما تستفدش. كمان لما بتبقى مقتب بتقفل حتى الاوعيه الدمويه، ما بتبقاش مريحه ان هي توصل الغذاء مظبوط للانسجه. فبالتالي استقامه القوه بتاعتي ان انا احس كده ان انا ظهري مفرود. جربوا كده كلكم وانا بتكلم كده، كل حد سامعني يفرد ظهره هيلاقي ان هو عنده شعور اكبر بالنشاط.